الأوضة المقفولة. في حارة هادية كان في شاب اسمه كريم، معروف عنه إنه بيحب يتدخل في كل حاجة. مين يتخانق، مين اشترى، مين بيكلم مين، لازم يعرف كل حاجة. الناس كانت بتضحك على مواقفه وساعات تتضايق منه، بس هو شايف نفسه جدع وبيفهم. لحد ليلة غريبة الساعة 2 بالليل، كريم سمع صوت خبط جاي من الشقة اللي فوقيه. شقة مقفولة بقالها سنين. دب دب دب. وقف في البلكونة وبص لفوق. كان النور مطفي بس الخبط مستمر. فضوله قتله. طلع السلم واحدة واحدة، وكل ما يقرب الصوت يعلى. وقف قدام الباب القديم، لقي ورقة ملزوقة عليها مكتوب: اللي ملوش فيه ما يقربش. ضحك وقال: هو أنا خاف من الورقة؟ مد إيده على الأوبرا وفتح الباب. دخل، لقى شقة مليانة تراب وضلمة وريحة قديمة تخنق. فجأة الصوت وقف. سكتة مرعبة جدا. كريم بدأ يسمع نفس بيقرب منه. لف بسرعة ملقاش حد، لكن على الحيطة كان في مراية كبيرة شاف نفسه فيها. بس الغريب إن انعكاس المراية دي كانش بيتحرك زيه. انعكاس كان باصصله وبيبتسم. كريم جمد مكانه، فجأة سمع صوت وراه بيهمس: تعرف الناس كلها بس عمرك ما عرفت نفسك. لف بسرعة، ملقاش حد. رجع بص في المراية، ما شافش نفسه. شاف كل المواقف اللي دخل فيها بين الناس. كان بيخرب علاقات، كان بينقل كلام، بيفتح أبواب ملهوش دعوة بيها. وكان مشهد كان بينتهي بمصيبة لحد تاني. فجأة المراية كسرت لوحدها. كريم جري ناحية الباب بس الباب كان مقفول والصوت رجع تاني. في ناس بتضيع عمرها تدور على أسرار غيرها وتنسى إن أكبر سر محتاج يتصلح هو نفسها. تاني يوم الصبح الجيران لقوا الباب الشقة مفتوح، بس مفيش أثر لكريم غير جملة مكتوبة على الحيطة بالغبار: سيب اللي مالكش فيه قبل ما تلاقي نفسك جواه.